عارفين الكوكيز اللي بنشتريه من العبد وبسعر غالي جدا؟ تعالوا كده نعمله مع بعض في البيت بكل سهولة. طعم مريحة وشكل خطير. بجد الأولاد عندك هينبهروا ان انتي عملتيه. حاجة كده طعمها تحفة، هيفرحوا أولادنا كده في العيد وهنعملها لهم بكل سهولة. شايفين الجمال؟ خطير ومقرمش وطعمه تحفة. بجد أحلى من بره بكتير. يلا كده نجربه مع بعض. نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. نقول بسم الله. هبتدي اضيف 350 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة بالشكل ده، وعليهم 300 جرام من السكر البودرة. انا هنا ضاعفت الكمية، يعني 350 جرام من الزبدة زودت كمان 350 جرام، والسكر نفس الكلام. فالمقدار الصغير هكتبها لكم اسفل الفيديو. هنا بقى بعد ما يتضربوا كويس جدا بالشكل ده، هبتدي انزل بالبيض. البيض طبعا بينزل واحدة واحدة. هنا هتستخدموا 2 بيضة بس في المقدار الصغير، لكن انا قلت لكم ضعفت الكمية فضفت 4 بيضات بالشكل ده. بعد بقى ما يتضربوا معايا كويس جدا ويبقى القوام كريمي، هبتدي انزل بباقي السوائل بتاعتي. بقى ما القوام عندي يبقى ناعم بالشكل الجميل ده، هبتدي انزل بقى بالزيت. الزيت 150 ملي من الزيت. برضو قلت لكم ضعفت الكمية بالشكل ده. هضيف بقى الفانيليا وذرة ملح ما ننساهاش، ومعلقتين كبار كده من الحليب البودرة، بيديها كده قرمشة خطيرة، فلازم ضروري منها. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. بعد كده بقى هنزل بالدقيق بتاعي. الدقيق 660 جرام من الدقيق. مقادير الكوكيز والحاجات دي يا جماعة بجد بتفرق جامد جدا لو ما عملناهاش بالميزان، فالافضل ان هي تبقى بالميزان. 660 جرام من الدقيق بالشكل ده. هضيفه بشويش واحدة واحدة لحد ما يتجانس كل الدقيق مع الخليط اللي احنا حطيناه، يبقى الملمس بتاعه ناعم بالشكل اللي هتشوفوه ده. نضربه كويس جدا. بعدها هنوصل للقوام الحلو ده. القوام دوت يعني شوفوا بيلزق بس مش بيمسك في الايد، فهو ده بقى خلاص القوام اللي احنا عايزينه بالشكل ده. هبتدي ان انا اشكل بقى الاشكال. احلى حاجه بقى ان مفيش اقماع ولا الكلام ده خالص، هنشتغل بايدينا عادي. هبتدي ان انا اعمل كده بايديا، واهم حاجه ببطن الايد، يعني تشكلي الكوكيزايه ببطن الايد. طبعا لما بنيجي نشتري بقى الكوكيز بتاع العبد بيبقى بالقطع الشوكولاته ديت، ما بيبقاش بالشوكليت شيبس. فالمتوفر عندك يعني حابه تعمليه بالشوكليت شيبس مفيش مشكله، بس هو طبعا بيبقى بالقطع الشوكولاته بالشكل ده، هيديكي نفس الشكل بالظبط بتاع بره. فهناخد بقى قطعة قطعة كده متساوية، وحاولي ان انت يعني عايزة ميزان توزنيه كل قطعة كده عشان تطلع كل قطعة قد بعضها براحتك. انا باخدها كده بالشكل وبيطلعوا متقاربين جدا. هنرص بقى الشوكولاتة كده عليها، وزودي بقى شوكولاتة براحتك، تقللي براحتك على حسب الامكانيات اللي عندك. هنخلص بقى الصاج بتاعنا. وطبعا قبل ما ببتدي اي نوع من البسكوتات لازم اكون مولعة الفرن بتاعي علشان يكون سخن وياخد اول ما الكوكيز كده يدخل الفرن يبتدي ياخد اللون واللي ويرتفع معايا بسرعة. خلصت بقى الصاج كده اول صاج، وهبتدي بقى ان انا اشكل في الاشكال التانية براحتي. دخلت بقى الفرن هنا، مش هياخد معاكي يعني برضو ربع ساعة كده بالظبط هتلاقيه احمر. طبعا الفرن بنولعه من تحت بس، ولو في طبعا مروحة بتوزع بقى الحرارة كلها على بقية المخبوزات. خلصت الابيض، وبعد كده ابتديت ان انا عايزة اعمل بقى شوية شوكولاتة كده. فضفت هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام على باقي الكمية، ومعلقة زيت كده صغيرة عشان بس تلين معايا ويبقى نفس قوام الكوكيز الاولاني. شايفين يعني نفس برضو القوام بالظبط، ما تقلش معايا ولا اي حاجة. كل ده من معلقة الزيت الواحدة. هبتدي برضو اشكل كده الاشكال بتاعتي. كل قطعة كده انا حبيت ان انا اصغر بعد كده يعني الاحجام شوية كمان بالشكل ده.
حطيت بقى هنا الشوكولاتة. كوكيز العبد بقى طالع ترند اليومين دول، ان انتي بعد ما نعمل بقى الكوكيز ويطلع بقى مستوي بالشكل الجميل ده، لازم كمان نغطسه بقى في شوكولاتة. فبرضو اللي انتوا عايزينه ممكن بقى بعد كده تغطسوه في شوكولاتة دارك او شوكولاتة بيضة، وهيطلع نفس الكوكيز بتاع العبد بالظبط. واوعدكم هتاكلوا احلى كوكيز. شايفين الجمال؟ مقرمش وخطير. وتحطيه بقى في علب محكمة، اهم حاجة علب مقفولة، هيقعد معاكي والله بالسنة. فبجد خطير. هنا برضو حطيته في الفرن الشوكولاتة. ما تقلقوش خالص، هي نفس المدة بالظبط. وخلي بالكوا بقى عشان ايه، اللون بتاعه بيبقى واضح يعني، مش ما يتحرقش منكم. خلصت بقى الكمية بتاعتي واداني الشكل الجميل ده. شايفين؟ حاجة كده هتفرح الأولاد وبجد بيحبوها جدا عن بقية يعني بقية الحاجات اللي احنا بنعملها. هي البسكوت والكوكيز والحاجات الحلوة دي هما بيحبوها جدا. فاعملها لهم كده في العيد وفرحيهم، بجد تحفة وطعمها خطير. اوعدكم من اول مرة هيطلع معاكم، امشوا بس على المكونات وهيطلع معاكم تحفة بالشكل ده. خطير ومقرمش وطعمه يجنن، ما يتشبعش منه بحقيقي، ما يتشبعش منه. شايفين؟ يلا جربوه، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير. باي باي.